هربا من الفضيحة والعار غادرت نعيمة قريتها الصغيرة وانتقلت بأبنائها الأربعة للعيش في غرفة ضيقة بمدينة العرائش. بمرارة كبيرة تحكي الأم تفاصيل اكتشافها حمل ابنتها البكر ليلى وهول صدمتها عندما علمت بهوية الفاعل. الطبيبة يبست عيبسة قلت لي شنو كتعرفي بنتك؟ قلت لها بنتي ما كنعرفيها والو. قلت لي بنتك حاملة. تمسخفت وطلعت هوت لها. قلت لها بنتي ما كتخرجش ما كتشتا موضع كيفاش هاد بنتي حاملة؟ قالت لي بنتك حاملة. قالت لي عييت معاها قالت لي العائلة كتقول لها نقول لك امي باقا مريضة غادا تسخف وغادا طيح. كتقول لها قولي لي لما قلتي لي شي غنجيبو لك غنمشي نعيطوا لصحاب الشرطة البوليس. قالت لها بلا ما تعيطي للبوليس خالتي غنقول لك ولكن امي غتمرض. انا في الصدمه امي غادا تمرض ولا غادا تشلل ولا يوقع لها شي حاجه. قالت لها لا قولي لي ما تخافي والو. وهي تشبر ديك الساعه قالت لها راه با. التظاهر بالمرض وإجبار الزوجة على العمل ليل نهار كانت خطة الأب المعتدي في الاستفراد بابنته ليلى التي لن تتصور يوما أن والدها قد يتجرد من إنسانيته ويجري وراء نزواته مدنسا علاقة الأبوة التي تربطها به. كانت امي بسات السوق انا دخلت ندوش دخلت معايا كلشي. هو جاب الفوطه في يدو وقعد كيقول لي ما نديرلك والو ما نديرلك والو. بقيت كنغوت 3/4 من قدامي خرج بحالو. لا غدا خوتي هاود لدار حنا جا ليا بالليل بقيت كنغوت كنقول له سير بحالك. من تمايا واحد المعمل عندنا تمايا كنجيب الصباط كنخيطو كنخرج تحت الكرمه. هو كيقول لي اجي نقول لك انا ما ندير حتى حاجه اجي نقول له انا نمشي نقول لما كيقول له لا قلت له ما كنذبحك. كان ملي كنمشي انا للخدمه كيمشي لي النهار اللي كان ما كنمشيش للخدمه كنبات في الدار كيدرحوا بحال ما كاين والو وكيهدد بالمضا وداك الشيء كيقول لها الا مشيتي قلتي انا ما كنقتلك. كانت هي ما كتقدرش تبغي تقول لي كتقول لك امي حامله وداك الشيء ولا مشيت قلت لها توقع لها شي حاجه وبقات العائله مصدومه. تحت التهديد بالقتل رضخت ليلى لرغبة الأب وتكتمت على أفعاله لأشهر عديدة دون أن تتجرأ على فضح شذوذه والخروج عن صمتها. كون كيقصد الحشيش بالمص وبقيت دايدها بالمص تما كنقول له خليني نمشي لعند فاتحه نمشي عند ولاد عمي نخيط معاهم وداك الشيء كيقول لي لا خرجي شي رمضان نقتلك. كنلاحظوا كيحضيها بزاف كنقول انا خلي العائله تهوض الدار ديالنا اولا تمشي لدارهم كيتبعها تمشي لدارنا كيتبعها. المهم فين ما مشات كيتبعها كيرسلها بزاف كيقول لي وكنقول له علاش كتبع هاد العائله بزاف وكتحط عليها بزاف. كيقول لي ما تيقيش بولاد اليوم ما بقاوش الولاد بقاو عاد حراميات. حسب رواية الأم فمولودة ليلى توفيت بعد الولادة مباشرة لكن المضاعفات الصحية والآثار النفسية ما زالت ترافق الضحية القاصرة حتى اليوم. الدار لان دابا ما كنقدرش الوجه ديالي نلحق ليها ولا نتخلص منها ما كنقدرش. يا وفيا الناس ما كنقدرش باش يمشي ليها قد عدي تا منتجه لا مشي لاش غنمشي فيها ندير باش نشوف المناكر اللي كانوا فيها وانا عايشه في الدنيا وانا ميته. كنحس براسي هذيك الساعه نصب شي حاجه نقشها فيا مبقاش حيه. دابا مبقاش نقدر ندير باش نلقى لها والو كيبقى يضحكوا عليا. ما كنبغي نخرج نفوج على راسي ما كنقدرش. انا خارجه في الشارع كيبقاو يشوفوا فيا ويضحكوا عليا. سنة مرت على المأساة لا الأم ولا الابنة لم تقويا على تجاوزها. هي وصمة عار ستظل ترافقهما مدى الحياة تقول الأم المكلومة. نحمل فيه الشعر ومكرهتوش هذيك الساعة نشدوه كذبحوه ما بقاش فيا مرة مكرهتوش مبقاش يجبدوا لي شي مرة كيجبدوا لي راه كنحس بالموت. زعما شعترني واحد شعتيره ورزاني واحد رزيه ما بغاتش تنسى عليه حطمني مره
كنخدم وكنضرب تماره فوق الجود كلشي، كنطلع زعما باش طلع لي يكبروا ولادي يعاونوني عليا، زعما رزاني بقات عندي لا قيمه ولا كرامه مره، حطمني ما نسمحلوش لا في الدنيا لا في الاخره. ب20 سنة نافذة قضت المحكمة بحبس الوالد المعتدي، حكم لم ولن يشفي غليل ليلى ونعيمة اللتان تؤكدان أن أي عقوبة مهما كانت قاسية لن ترقى إلى حجم الجريمة التي اقترفت وإلى وطأة الوصم الذي لحقهما.